في هذا الفيديو تشاهدون جزائري يبهدل مروكي على قناة فرانس 24. كان يدافع عن فرنسا. قالوا كونوا رجال مرة واحدة في تاريخكم، بعد ما حاول هذا المغربي أن يتطاول على أسياد الجزائريين ويدافع عن أمه فرنسا في الوقت الذي تفاعل فيه العديد من الجزائريين وحتى المغاربة الأحرار مع هذا الموقف المخزي والمذل والذي لن يزيد العياش إلا ذلا وهوان. تابعوا معنا الفيديو للأخير ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. سحب السفير، يعني هذه أيضا يمكن أن نقول عنها اندفاعية. يجب التريث، يجب الجلوس على طاولة الحوار. لا يمكن يعني في الدبلوماسية مهما كان التاريخ الذي يجمع البلدين ومهما كانت التوترات التي بينهم، لا يمكن أيضا الإجابة بهذا الاندفاع وهذا الغضب. والدبلوماسية هي طريقة المفاهمة والحوار، وإن كان هناك مشكل طبعا وزارات الخارجية بحضورها تقوم بوضع هذا المشكل على الطاولة. لكن لما تكون المقاربة عقلانية لا توجد مقاربة عقلانية من جميع الأطراف. وكذلك لاحظي معي شيئا، الرأي العام الجزائري، الرأي العام لم تسؤه تصريحات ماكرون. ألا يطرح هذا سؤالا؟ طيب هذا سنراه مع حسام، هذا سنراه مع حسام حمزة. الرأي العام لم تؤثر فيه تصريحات ماكرون؟ وأولا يعني أنا كنت أتمنى أن أناقش شخصا فرنسيا يدافع عن فرنسا للأسف، ولكن لا أنا لا أدافع، أنا أطرح الأطروحة فقط. لا نحن نناقش الأفكار لا الأشخاص. النقاش مع مثل هذه الأصوات لا يجدي نفعا تماما. يعني هذه الأشخاص التي لديها نفس الأسلوب دائما. لا هو طبعا حرية رأي، ونحن نريد أن نفهم كل الآراء، ليست مسألة أشخاص، هي آراء. لا في المرحلة المقبلة سيهددني بالقتل. لا طبعا لا طبعا لا. فلسفة البرنامج هي أن يدافع كل مواطن عن دولته، ولكن بأن أرى بأن شخصا ثالثا تماما عن هذه القضية. ثم هو يمنح نفسه حق الحديث باسم الرأي العام، وهو الذي يتحدث عن العقلانية. أين العقلانية هنا؟ أنت وما هو الشائبة في هذا؟ هو معيارك للحديث عن الرأي العام الجزائري. هل لديك سبب آراء؟ لأن الجزائر لا تسمح بذلك. شكرا. أنا الذي أعيش في الجزائر، وإن كان هناك من لديه الحق اليوم، حتى وإن كنت أعتبر نفسي لا أستطيع. هل هناك مراكز إحصاء؟ ولكن لا تسمحون بذلك. الجلسة من يمكنه أن يتحدث بنوع من الموضوعية عن الرأي العام الجزائري فهو أنا وليس أنت. الموضوعية ليست ملتزمة بالمكان. بعيدا عن رأي العام الجزائري، هو أمر يحدث بين حكومتين ودبلوماسية حكومتين. ولكن حتى لو كان هناك عندما يتحدث الضيف، باعتبار أنه لا يمكن لنا أن يكون الضيف بالقمر الاصطناعي من الجزائر بالسكايب، عندما تتحدث فإن صوته يختفي وبالتالي نتركه يتحدث. تفضل حسام. نعم، قلت الأكثر قدرة على التعبير عن الرأي العام الجزائري هو الذي هنا، ويمكنني أن أؤكد لك بأنه في حالة من الاستياء الشديد والكبير جدا من مثل هذه التصريحات، وليس من الآن فقط. يعني نتحدث عن استياء من العلاقة مع فرنسا، مع ممارساتها، مع الكثير من مخلفاتها، مع بعض الأصوات التي يشبهها صوت صنصال وصوت كمال داوود الذي في دريونكور السفير الفرنسي السابق هنا في الجزائر وبعظمة لسانه يقول بأنهما في لقائهما مع ماكرون في كل مرة يقولان بأننا أصوات فرنسا في الجزائر فلا يجب أن تتركونا. هل تعتقد بأن الرأي العام الجزائري عندما يكتشف مثل هذه الحقائق سيتضامن مع هؤلاء الأشخاص؟ وإن كان أنا لا أتدخل تماما في الشق القانوني من القضية، أنا هنا أحاكم وأسائل فكر وصوت هؤلاء الأشخاص الذين يدعون الحديث ويدعون تبني حرية التعبير. إذن الرأي العام الجزائري هنا، هذه المسألة أؤكد لك بأنه يعني تدعم الحكومة الجزائرية دعما مطلقا في مواقفها مما يحصل مع فرنسا، لأنه لا يمكن لأي جزائري أصيل، لا يمكن لأي جزائري فخور بتاريخه أن يسمح وأن يقبل أن يسيء رئيس دولة هي المستعمر السابق، أن يسيء لتاريخهم أو أن يسيء لسيادتهم، أن يتكلم بلغة المستعمر. يجب عليهم من يكون، مع من يتحدث، من يظن نفسه. هذه هي
اللغة التي يستحيل أن يقبلها الجزائريون، ثم يأتي من انسلخ من جلده ويحاول أن يطعن في الجزائر التي إلى غاية الآن تقوم بردود فعل. فالجزائر لم تستفز فرنسا. اسمح لي حسام